ازاي يا دكتور عصام الخلطه دي جت ازاي؟ واكيد في اصرار داخلي، فاحنا جايبين حضرتك هنا اولا يعني كقدوه لكل متحدي الاعاقه. والله يا كابتن ايهاب، هو انا يعني انا زي اي واحد، يعني اي واحد ممكن يعمل الحاجات دي كلها، يعني لو في عزيمه وفي اراده تعمل كل حاجه، مفيش حاجه اسمها مستحيل يعني. وبدايتي هنا في مصر طبعا انا بدات نلعب كوره في الحاره وكده يعني، وكنت من اسره فقيره يعني، في حاره صغيره من حواري عابدين يعني. وبدات كره قدم، لعبت كره قدم، ومن خلال كره القدم طبعا احنا للاسف بتلاقي في مصر الناس بينظروا للمعوق بالشفقه والعطف والحاجات ديت. فدي كانت بتزيد مني اصرار ان انا عايز اثبت للناس دول ان انا ممكن العب كوره يعني. فكنت العب كوره، وكنت لعيب كوره. انا عارف، انا حضرت ايام الحبانيه. هي دي كانت البدايه يعني. فرحت الحبانيه طبعا، وكان الناس استقبلوني هناك يعني بصراحه، ودي غيرت حياتي كلها يعني. وقبل ما اسكت بقى اللي هو كده، في ناس كتير جدا يعني ليهم فضل عليا يعني في مجال الرياضه، وبصراحه وبالامانه يعني لولا الرياضه والاعاقه بتاعتي انا مش هكون قاعد معاك دلوقتي يعني. يعني هي نقول معادله صعبه، انك بادئ من الصفر، وبعدين احنا هنيجي ازاي قرار انك انت تسافر. بس الاول نقول الناس اللي اثروا في حياتك في مصر وبره مصر. والله طبعا يعني اول ناس اثروا في حياتي طبعا ابويا الله يرحمه وامي، يعني دول الناس. احنا معانا صور لوالدك وجايبينها يعني. ابويا كان يعني صديق عزيز عليا، وامي ربنا يديها طول العمر يعني. فدول هم اللي كانوا شجعوني في البدايه يعني. اول لما رحت في مجال الرياضه وبديت في مركز شباب الحبانيه، وكنا في نادي الايمان ساعتها، كان معانا والد حضرتك اهو. ده والدي. نعم، ده والدي. ممكن تتفرج من البلازما ايه؟ نعم، مع الحاج عبد اللطيف. الحاج عبد اللطيف. ودول بقى زملاتي. طبعا انا فوجئت ده هنا ممدوح. الكابتن ممدوح مصطفى، ده كان بطل من ابطال العالم، وده كان اخ وصديق عليا يعني. وفوجئت يعني، انا ما اعرفش الا من 3 ايام ان هو ربنا افتكره يعني. وده اخويا، ودي خالتي، واللي ورايا دي بنت خالتي، ودي امي اللي قاعده جنبي، والولاد يعني. ودول صحابي بنقعد في الحاره كده على الشارع، وكنا بنبص قصب يعني. يعني احنا هنجيب الصور بقى. ده احمد عبده، وده احمد عبده. انا اعتقد دي اول بطوله كنا رايحين السويد. كانت بطوله في السويد وكده، واخدنا فضه يعني. وده الكابتن حمدي ابو القاسم، ده الراجل ده حبيبي، والراجل ده يعني هو لو كان استمر في الكره الطايره كان يبقى من احسن اللاعبين على مستوى العالم. كان الحاج عبد اللطيف كان معجب بيه جدا يعني. طب احنا نقف على الصوره دي. ده كندل. نعم. يعني كندل ده ايه بالنسبه لحياتك؟ الراجل ده هو يعني، انا اقول لحضرتك، هو الناس اللي هم اثروا في حياتي جدا. الصوره دي الاول كانت في سول. الصوره دي كانت في 88. انا قابلت كندل في سنه 86. في سنه 86. نعم، كانت بطوله عالم في يوغوسلافيا. 87 مع بعض. نعم، 87 كان بطوله عالم في يوغوسلافيا. وقابلت كندل وعرض عليا ان انا اسافر امريكا يعني. كنت ساعتها في الوقت دوت انا كنت بلعب كره طايره، كنت بلعب سباحه، كنت بلعب العاب قوه، كنت بلعب رفع اثقال. الصحاب مع صوره كندل برضو تاني يا استاذ احمد. ايوه اتفضل. نعم، الصحاب والاحباب وكده. فكان الراجل ده بيعرض علي ان انا اروح معاه من 87. كنت انا افكر ان انا اروح وكده، يجي اصحابي الناصيه والقعده مصر احسن. فكنت انا احب مصر جدا يعني. في سنه 91 او انا رحت اخر بطوله عالم رحتها مع مصر، كانت اعتقد 91. كانت بطوله عالم في هولندا. واخدت 3 ميداليات هناك في العاب القوه. فلما رجعت بصراحه انا حسيت ان احنا كمعوقين مش واخدين حقنا في مصر يعني، ولا هناخد حقنا يعني في مصر يعني. انا بتكلم ايه بالنسبه لليه يعني في الحقوق ك انسان. يعني حقوقي في الشارع يعني رصيف، اركب اتوبيس، اركب قطر،
حقوقي في التعليم، حقوقي في الصحه، حقوقي في السياسه. يعني أنا للاسف انت هنا ما تلاقيش مثلا هنا في مصر مثلا واحد معوق مثلا بقى وزير، او واحد معوق بقى حاجه كبيره في البلد، لان لغايه دلوقتي مساله الثقافه بتاعتنا مش متفتحه شويه بالنسبه للناس معوقين. يعني انت مع انك بره اصبحت مستشار حاكم ولايه تينيسي. لان بره هم لا ينظروا للمعوق كانه معوق، هو بينظروا لك كان بقدراتك وامكانياتك. كويس. احنا هنا بننظر للموقف. يعني انت لما بتيجي بتشوف واحد على كرسي متحرك، انت ما بتشوفش الانسان ده كانسان، انت بتبص على الكرسي بس. فبيشدك الكرسي، المنظر الخارجي بس بالظبط كده. يعني فانت بتحكم عليه ان هو يقول لك ده معوق، لكن انت لو بصيت فعلا للحقيقه كلنا معوقين. يعني انت حتى لو الرئيس محمد مرسي هو لابس نظاره هو معوق، اما لو اخدت منه النظاره هو مش هيعرف يقرا ولا يكتب، صح؟ هو معوق. الواحد بيركب الاتوبيس ياخده من نقطه الف لنقطه ب. كويس. من غير الاتوبيس مش هيعرف يروح شغله، فهو معوق. فايه الفرق بين كرسي متحرك وعربيه او اتوبيس؟ كويس. لكن للاسف احنا لسه ما زلنا في مصر يعني ثقافه المجتمع بالنسبه لنا كمعوقين لسه ما اتغيرتش. الجرأة دي ان انت واخد الجنسيه الامريكيه وبقالك فتره طويله، الكلام ده تقدر تقوله في اي وقت هناك، محدش يقول لك ايه اللي بتقوله وايه ما بتقولوش. هي دي برضو بيبقى فرق كبير جدا بالنسبه للحريه. هو هناك في امريكا يعني ايه البني ادم ده شيء غالي يعني وشيء عظيم يعني. هناك هو ما فيش حاجه اسمها معوق. يعني هو انت بتتعامل بالظبط زيك زي السوي، بس ليك مميزات. يعني انت حضرتك مثلا انت لو ماشي في شارع، انا كنت بقول انا كنت جاي من اسكندريه امبارح وركبت القطر، ولقيت الناس وهم بيتحطوا في القطر بيزقوا فيهم وبيخشوا فيهم. تخيل انت لو واحد بكرسي متحرك ده مش هيركب القطر خالص. طب انا ركبت مترو الانفاق، انا طلعت سلالم الحمد لله، انا ممكن امشي وكده يعني، انا طلعت سلالم فوق وتحت فوق. طب لو واحد بكرسي متحرك طب هيروح ازاي؟ كويس. فلسه احنا، وعلى فكره كابتن ايهاب يعني هو الدول المتقدمه بتقيس تقدم الدوله ديت بالتعامل مع معوقين فيها. فاحنا لسه قدامنا كتير جدا بالنسبه للمعوقين هنا في مصر يعني. بالنسبه انت حضرتك قلت لي دلوقتي ان مفيش تفرقه في المعوقين حتى في الرياضه، يعني اعتقد ان بالنسبه للجنه البارالمبيه عندكم ما عندكوش لجنه، عندكم لجان من اللجان الاساسيه او الاتحادات الاساسيه للرياضه عموما في امريكا، يعني الكلام ده صح؟ نعم. هو بص هو اهم حاجه طبعا الدمج. كويس. الرياضه في امريكا، وانا كان نفسي هنا في مصر نطبق، وانا اعتقد ان هو هيتطبق يعني، ان انت بيبقى عندك مثلا في مثلا ايه اتحاد كره القدم مثلا او اتحاد طياره اسوياء. الاتحاد الطياره الاسوياء ده بيبقى من ضمن الاتحاد دوت بيبقى فيه اعضاء جوه الاتحاد دول معوقين، بيبقى ليهم اتحاد جوه الاتحاد دوت. يعني اتحاد الطياره ده بيبقى اسوياء ومعوقين، زي الاتحاد مثلا الاتحاد المصري لكره الطايره. بيبقى فيه بنات وفي ولاد وفي ناشئين وفي اللي هو احنا ممكن نحط جواه يبقى يعني الكلام ده مطبق في امريكا. مطبق في امريكا. يعني انت عندكم مش اتحاد للمعوقين للطايره، لا ده لجنه من اتحاد الاسوياء للطايره. يعني انت بيبقى فيه 2 أو 3 معوقين جوه الاتحاد الاسوياء للمعوقين. ليه بقى؟ لان نفس المميزات اللي هو بياخدها السوي المفروض ان هو ياخدها معوق. يعني انا سمعت التقرير اللي هو بتاع دكتور عماد المدني وزير الشباب والرياضه، يعني ليه بيبقى فيه فرق بين الجوائز الماليه. يعني الراجل اللي بيطلع ده بطولة عالم او اولمبيات وكده، الراجل ده بذل مجهود المعوق اكتر من السوي. يعني هو عمل مجهود قده بتاع 4 مرات. صح. كويس. وضيع وقت قد السوي 4 مرات. وبتيجي انت في النهايه بتلاقي الجوائز هنا اقل من الجوائز هنا. دي عنصريه. بس على فكره الكلام ده هناك في امريكا لما واحد بيجيب ميداليه ذهبيه معوق وميداليه ذهبيه في كاسواق، هل بياخدوا نفس المبلغ؟ نفس كل حاجه، نفس القيمه، نفس كل حاجه، ونفس البوكت ماني ونفس البدلات والمعسكرات وكله نفس كل حاجه، واللبس كل حاجه. يعني حضرتك انا رحت البيت الابيض مرتين. انا كان معايا كل ابطال العالم لما اسوياء كلنا واحد. مفيش فرق. دي صوره ايه في دي في البيت الابيض ده اللي هو ورا دول اللي هو المكتب بتاع ده كان كلينتون، دي في سنه 2000. كويس. ودي بطله عالم اسوياء السباحه. دول اللي هو كان منتخب امريكا كره الطايره معوقين وقوف.
وده بطل العالم في العاب القوه دول اسوياء ولا معاقين؟ كل دول اسوياء. اسوياء. كل دول اسوياء. كويس. دول اللي هم بيلعبوا حاجه اسمها اللي هو السوفت بول زي البيسبول كده. دول برضك ذهب، كانوا جابوا ذهب ابطال عالم برضك منتخب امريكا. كويس. دي الصوره ديت ده كان منتخب مصر، انا كنت قابلتهم في سيدني سنه 2000 يعني. بشير كابتن بشير وكابتن ياسر. فاكر الصوره دي الاي دي ده انا لما سافرت مع منتخب مصر في اولمبياد 88 سوري. نعم. ودي بطلة عالم برضك العاب قوه اللي هو الوثب العالي. الوثب العالي. نعم. وده اللي في النص ده بطل عالم في الملاكمه كان في وزن محمد علي كلاي، والاثنين اللي معاه دول برضك ابطال عالم في الملاكمه وزن الريشه. ودي كانت في سيدني سنه 2000. نعم. وده كان في الافتتاح في سنه برضك في سيدني 2000 وانا مع منتخب امريكا. دي كانت مع الاخت فاتن. دي كانت بطله عالم من مصر. على فكره اعزائي المشاهدين، فاتن اللي قدامنا في الصوره دي اول لاعبه مصريه تلعب رفع اثقال، فدي كانت تحسب لفاتن، وبعد كده بقى في فاطمه عمر وفي المجموعه الكبيره. اتفضل يا دكتور حسام. نعم. ودول برضك دول ابطال عالم كانوا في اللي هو التنس طاوله. وده كان الافتتاح. ده كان الافتتاح. وده احمد جمعه. ده احمد جمعه واشرف مرعي. احمد جمعه كان بطل عالم في رفع اثقال، وكان كنت فاكر انا ما بتسيبهمش يعني، كانوا بيقولوا لي انت ما بتسيبش البعثه المصريه. طبعا يعني. دي كان دول طلبه بتوعي في الجامعه يعني، واغلبيه الطلبه دول بيبقوا الجامعه اللي انا فيها دي من احسن الجامعات في امريكا في المجال الرياضه يعني. كويس. دي كنت انا مع منتخب امريكا في اللي هو بان امريكان جيمز، واخذنا ذهب وتاهلنا لدوره 2004. ودول مين؟ دول طلبه بتوعي دول. وده اسمه كامرين، ده بيلعب جولف، ودي بتلعب جولف، وده برضك بيلعب جولف. ده في المكتب هناك عندك؟ ده في المكتب عندي في المكتب، ودي في الجامعه يعني. دول طلبه بتوعي يعني. وده مين ده بقى؟ ده الراجل دوت من اعظم عظماء امريكا في تدريب العاب القوى. الراجل دوت خرج من تحت ايده 57 واحد وواحده ابطال عالم في العاب قوى اسوياء. جايبين ميداليات. الراجل ده درب واحده هي حتى امريكا معروفه، الست دي كانت اول واحده امريكيه اسمها ويلما رودولف. دي كسبت 3 ميداليات ذهب في دوره روما 1960. ده اسمه ايه ده؟ ده ايد تمبل. ايد تمبل. ده احسن راجل ده. وهو دي ايه الصوره دي كان مناسبتها ايه؟ الصوره دي كان هم بيكرموني، لو شفت حضرتك هتلاقي فيه زي تمثال كده او لوحه كده، كنت انا بكرم من ضمن اعضاء هيئه التدريس اللي هم عملوا. كنت انا عملت بحث في الجامعه وكسبت زي جايزه يعني. فالراجل ده كان هو وكندل ستيفنز الراجل اللي هو جابني وبتاع، فكان فخور بيا يعني دول من الناس اللي اثروا في حياتك. وفي صوره كمان هتبقى انا هنجيبها دلوقتي، الكابتن عبد اللطيف ابراهيم. يعني الحاج عبد اللطيف ده يعني عايزين في صوره كده انا وهو فيه وجايبين حضرتك. ده يعني ايه بالنسبه لك؟ انا الناس اللي هم اثروا في حياتي يعني وغيروا حياتي جدا يعني انا اذكر في البدايه اللي هو اول ما رحت الحبانيه كان في اخ عزيز علي اسمه صلاح الدولي. ده برضك اثر عليا جدا يعني. بعد كده اتنقلت رحت الشرطه. ورحنا الشرطه. كان في الشرطه كان معايا الدكتور يسري والكابتن شريف وبعد كده ابتدينا مع الحاج عبد اللطيف اهو. الحاج عبد اللطيف ده بالنسبه لي والله يعني انا هقول لحضرتك حاجه. انا كان نفسي امنيه حياتي لابس بدله وجنب والد حضرتك عشان بس الجماهير تعرف مين الحاج عبد اللطيف. انا كان نفسي اخش كليه التربيه الرياضيه. ورحت عملت الاختبارات بتاعت التربيه الرياضيه لان كان نفسي ابقى زي الراجل دوت. الراجل ده يعني غير في حياتي حاجات كتير جدا 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 جدا، حتى من غير ما هو يعرف ان هو غير الحاجات ديت. حتى انا في رساله الماجستير انا كنت كاتب اهداء، ورساله الدكتوراه الاهداء ده كان للراجل دوت. الحاج عبد اللطيف. الحاج عبد اللطيف. الحاج عبد اللطيف بالنسبه لي زي ابويا بالظبط يعني. ويمكن هو الراجل الوحيد في مصر هو اللي عمل كره الطايره في مصر يعني. ده كان جواب شكر من جورج دبليو بوش ده ليا. وده جورج دبليو بوش. انا اتكرمت مرتين ورحت البيت الابيض مرتين، ورحت سنه 2000